مجددا وليس آخرا، الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري. المباراة المعروفة باسم الديربي، هي طبعا ليها كذا مسمى، زي الديربي، زي القمة، زي الكلاسيكو، سميها زي ما انت عايز تسميها. المباراة اللي هتتلعب ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي الساعة 8 بالليل على استاد القاهرة الدولي. والمباراة دي بتكون قمة مباريات الدوري المصري او المباريات اللي بتتلعب في مصر عموما، لان الاهلي والزمالك فريقين من اقدم واعرق الاندية اللي موجودين في مصر وفي افريقيا وفي الوطن العربي، وكمان اكبر فريقين عندهم القاب وقاعده جماهيريه في مصر وفي افريقيا وفي الوطن العربي. والمباراه دي بيبقى ليها عدد مشاهدات كبير جدا، سواء اذا كان في مصر او من خارج مصر. ودايما الاهلي والزمالك بينهم منافسه شرسه قوي من زمان ولسه مستمره وبرضه هتستمر في المستقبل. ولما بيخشوا الاثنين اي بطوله دايما بيخشوا ينافسوا عليها، وغالبا هما الاثنين اللي بيوصلوا للنهائي وفريق منهم هو اللي بيكسب البطوله. والمباراه ما بين الاهلي والزمالك دايما بتبقى بمثابه بطوله حتى لو ما كانتش على بطوله. يعني ممكن مباراه تبقى عاديه خالص في الدوري، فريقين، واحد متصدر الدوري وواحد متذلل الترتيب، الا انها بتبقى مباراه مهمه قوي للفريقين. حتى الفريق اللي بيكسب تحس ان اللعيبه بتاعته والجمهور يقول لك يا باشا انا متكيف ناو، انا مش عايز حاجه تاني، لا دوري ولا القاب، انا طالما كسبت الاهلي او انا كسبت الزمالك انا مش عايز حاجه تاني. فالمباراه ما بين الاهلي والزمالك بتبقى مهمه جدا جدا. وعلى فكره المباراه دي عمرها ما كان ليها توقعات. لو انت شايف ان المباراه دي عشان في فريق ماشي بشكل كويس قبل المباراه بماتشين ثلاثه فهو الاقرب للفوز، اه ماشي انا معاك، بس انت لو بتقول مثلا ان هو ده فعلا الفريق اللي هيفوز، لا معلش حقك عليا، انت غلطان. لان السنه اللي فاتت الاهلي كان ماشي بشكل كويس قوي وكسبان خمس ست ماتشات قبل ماتش القمه، والزمالك كان تعثر في كذا ماتش، وجه ماتش الاهلي لعب بشكل كويس قوي وباداء عالي والمباراه خلصت بالتعادل. فعمرها ما كان ليها توقعات. انما احنا لو هنتكلم السنه دي عن تكتيك المباراه ومين هو الاقرب للفوز، فاحنا طبعا زي ما كلنا بنقول ان الزمالك هو اللي ماشي بشكل كويس. فتكتيكيا بقى للمباراه على الورق الاهلي تقيل جدا وعنده اسماء هي الاتقل في القاره، واللعيبه تاكل الاخضر باليابس بكل حاجه، عمليا بقى واحصائيا وبالترتيب والمباريات واللعب. الزمالك هو اللي متصدر الدوري، والاهلي في المركز الرابع بعد ما كان في المركز ال11، وقبليه تقريبا من المركز ال16. فانت متخيل الاهلي عنده اسماء مرعبه، لان الاهلي بيقدم اداء وبادئ الموسم ده بدايه غير طيبه وغير مرضيه وغير مقنعه لاي حد بيشجع كوره، حتى لو حتى لو من مش مشجعين الاهلي. لو واحد مشجع عادي في بيشجع اي فرقه في الدوري هيقول لك فعلا الاهلي دي اسوأ بدايه في تاريخه، ما حصلتش من سنين، ولما حصلت من سنين ما كانتش بالشكل السيء ده. الاهلي السنه دي عنده لعيبه كتير جدا، ولكن للاسف ما بتقدمش المردود المطلوب. لا على خط الهجوم الاهلي بيهاجم بشكل حلو، ولا خط الوسط الفريق متزن، ولا خط الدفاع الفريق بيدافع. الاهلي كل ماتش سجل فيه اهداف استقبل اهداف. ماتش مودرن سجل هدفين واستقبل هدفين. مباراه فاركو فاز 4-1. مباراه انبي اتعادل 1-1. المباراه الاخيره بتاعه حرس الحدود الاهلي فاز 3-2. المباريات اللي الاهلي ما سجلش فيها يتعادل فيها يتهزم فيها. يعني حتى مباراه انبي اللي اتعادل فيها اتعادل 1-1 قلت، والمباراه اللي ما سجلش فيها اتهزم فيها. زي مباراه بيراميدز الاهلي اتهزم 2-0، ومباراه المحله اتعادل 1-1. ما فيش غير مباراه سيراميكا كليوباترا اللي فاز فيها 1-0، هي دي بس المباراه اللي عدت. فالاهلي السنه دي اداؤه غير مرضي، والاهلي السنه دي بيقدم اللا شيء، الولا حاجه، الولا حاجه في الكوره والله، على الاسماء اللي موجوده واللعيبه اللي موجوده. فالاهلي بيقدم الولا حاجه. اما بالنسبه للزمالك فلازم كلنا نحيي الزمالك على الاداء وعلى يعني على الاداء والمردود اللي بيقدموه السنه دي، برغم كل الظروف اللي بيمر بيها النادي، برغم ان الاسماء اللي موجوده مش زي الاسماء اللي موجوده في النادي الاهلي او بيراميدز او فرقه تانية، برغم كل الصعوبات اللي بيعدي بيها الفريق، لان الزمالك ما شاء الله يعني واقف على رجليه. بيلعبوا بشكل كويس جدا. جايب لعيبه ما كانتش معروفه، ولكن مع الوقت هتبقى اسماء مهمه ومترقعه، ولحد دلوقتي ماشيين بشكل كويس قوي. عنده مدرب تكتيكيا مقبول وعالي قوي قوي مع الفرقه، وبيلعب تكتيكيا كويس. يعني هو ماشي بشكل كويس في كل المباريات. لو فريق هيمسك عليه الكوره هو بيقفل دفاعيا حلو قوي، وبيلعب على الهجمات المرتده بشكل عالي قوي، وبيقدر يسجل منها اهداف. في الحقيقه يعني هو مدرب محترم قوي، وما بيغامرش بحاجه غير محسوبه. وارد يتعثر، اه طبعا وارد يتعثر. مدرب جديد ولسه برضه اول تجربه ليه في الدوري المصري او في دوله عربيه عموما، والفريق مش احسن حاجه، فوارد انه يتعثر، بس على ده اللي مقدمه فطبعا ليهم كل التحيه وكل التقدير. نادي الزمالك بيعمل عظمه السنه دي باللعيبه اللي موجوده وبالادوات اللي موجوده على عكس الفرق الثانيه. فتكتيكيا المباراه دي لو هنتكلم عن الاقرب للفوز فهو نادي الزمالك، عشان بس ايه الشكل اللي هو ماشي بيه. انما لو بالتاكيد مين اللي هيكسب فلا، المباراه دي ملهاش توقعات.
اما بالنسبه للاداء الاهلي، فالاهلي بصراحه عنده غيابات كتير جدا هتغيب عن المباراه دي. طبعا كلها غايبه للاصابات، ولسه ان شاء الله بكره اللي هو الجمعه هيحسموا مين هيشارك ومين مش هيشارك، خصوصا اللاعب احمد سيد زيزو. بكره ان شاء الله هنعرف مين هيشارك ومين مش هيشارك. فتكتيكيا الزمالك الاقرب وهو الاحسن، وبيقدم طبعا مردود طيب جدا لازم كلنا نحييه عليه. الاهلي بيقدم اللي ولا حاجه، فلازم الاهلي يفوق في المباراه دي. ودايما المباراه دي بتدي دافع للفرقتين، سواء الفريق اللي بيكسب او الفريق اللي بيتهزم. فالفريق اللي بيكسب بتديله دافع ان هو يكمل بشكل احسن، اما الفريق اللي بيتهزم بتديله دافع ان هو يفوق ويرجع تاني لطريقه الصحيح، للمسار الصحيح زي ما بيقولوا. فالمباراه دي دايما بتدي دافع للفرقتين. اتمنى ان الفرقتين يظهروا بشكل كويس جدا على ارض الملعب، ويكون الروح الرياضيه، ودي اهم حاجه، الروح الرياضيه تبقى سيده الموقف بعيدا عن التكتيك والاداء ومين يكسب ومين ما يكسبش. اهم حاجه نفسي اشوفها في المباراه دي بالذات، لان المباراه دي بيبقى عليها الضوء كله من العالم بيتفرج على المباراه دي بس. يعني اي حد بيتفرج على كره مصريه ما بيتفرجش غير على مباراه اهلي وزمالك، انا اعتقد كده يعني، بيبقى لها جماهير كتير جدا. فانا اعتقد يعني انا اتمنى ان الصوره تبقى حلوه لما الحكم يصفر والمباراه تنتهي، ايا كان اللي كان في الملعب العب بحماس وقاتل لفرقتك. مهم المنافسه تبقى موجوده، بس الروح الرياضيه تبقى اهم. المنافسه لما تبقى موجوده ما بين الفرق هتبقى حاجه حلوه طبعا، هيعلي من اداء الكره في مصر، المنتخب هيظهر بشكل كويس. الفرقه، اي فرقه هتطلع بره مصر تشارك في اي بطوله دوليه هتشرف اسم مصر، زي ما بيراميدز عملت في مباراه الاهلي امام اهلي جده السعودي. انا اتمنى المنافسه تبقى موجوده، بس الروح الرياضيه تبقى موجوده اكتر. الحكم يصفر خلاص كله يسلم على بعضه والموضوع ينتهي بكل حب وود. والجمهور يعني انا اتمنى الجمهور، انت مش مستفيد حاجه من المباراه غير المتعه. الكوره دي اتعملت للترفيه، ما تعملش عشان نتخانق مع بعض بعد المباراه ما بتخلص. انت كجمهور مش مستفيد حاجه، ممكن تبقى المباراه زي الزفت وما تستفيدش حاجه اصلا، تبقى ضيعت وقتك على الفاضي. فما تضيعش وقتك وتخش تشتم في الناس وتزعل الناس منك. خلاص المباراه خلصت، اطفي التلفزيون وخش نام، عندك شغل الصبح، بدل ما تسهر تقعد تغلط في ده وده وتزعلهم منك وتروح الشغل تاني يوم متاخر ويتخصم لك، تبقى لا طولت ده ولا طولت ده. فانا اتمنى ان الروح الرياضيه تبقى موجوده ما بين اللعيبه والجمهور، ويعني اتمنى ان يبقى في منافسه والروح الرياضيه برضو تبقى اعلى. يعني ولا للتعصب، يعني احنا يا جماعه والله العظيم الموضوع مش محتاج تعصب خالص، لا للتعصب، كلنا واحد في الاخر. اتمنى لكم مشاهده ممتعه، السلام عليكم.